سنة 2009 كان في 3 شباب من اللي هم بيخشوا جوه الأنفاق ويكتشفوا حاجات جديدة. دخلوا نفق وخلاهم ماشيين شوية كتار لحد ما فجأة لقوا قدامهم المكان بقى ضيق قوي، وعشان تمشي لازم بتزحف على الأرض كده، مش هينفع تمشي عشان المكان ضيق جدا. فيقرر 2 منهم إن هم يقفوا في مكانهم وما يدخلوش، والتالت قرر إن هو يخاطر ويخش في الحتة الضيقة ديت ويكتشف في إيه جوه. فبيخليه ماشي لوحده في المكان الضيق ده لحد ما فجأة بيتسقط وتبقى راسه تحت ورجليه فوق، ويخليه محبوس في الحتة دي وما يعرفش يطلع. فبيخليه ينادي بصوت عالي لاصحابه لحد ما بيحسوا ان هو اتأخر. فبيقرروا يروحوا يشوفوا هو ايه اللي اخره كده. فلما بيروحوا بيلاقوه ان هو محبوس ومش عارف يطلع. فلما بيحاولوا ان هم يطلعوه ما بيعرفوش برضه. فبيقرروا ان هم يروحوا يطلبوا المساعدة. فبيروحوا فعلا ويطلبوا فرق الانقاذ. وبتيجي فرق الانقاذ تحاول انها تطلع الشاب، ما بتعرفش. لحد ما في الاخر خالص بعد محاولات طويله بيقربوا خلاص ان هم يطلعوه، ولكن الحبل اللي كانوا بيسحبوه بيه يتقطع على اخر لحظه. وبعدها يموت الشاب بسبب سكتة قلبية. فكروا ان هم يطلعوه برضه هو ميت، يطلعوا جثمانه يعني، ولكن بيخافوا لان ممكن ان حد من فرق الانقاذ يموت معاه جوه. فبعد ما بيموت بيقرروا انه خلاص هيسيبوه تحت ويردموا النفق فوقه، وجثة الشاب لسه موجودة في النفق لحد النهاردة، طبعا زمانها اتحللت وبقت تراب.